بقيتي حاسه ان انت مبقاش عاجبك شكلك؟ بقيتي متوتره طول الوقت وحاسه ان انت مضغوطه، بتجري ورا نفسك وبتجري ورا الناس، تحاولي تعملي سترونج بس انت اصلا بتزقي اليوم بالعافيه؟ الفيديو ده علشان اول حاجه اعملوا لي سبسكرايب. ساعات كتير بنفتكر ان احنا حصل لنا كده مثلا عشان خاطر احنا تعبنا من الحياه، تعبنا من المعافره، ان احنا بنعمل كل حاجه بصعوبه، بس ده مش حقيقي. ده معناه ان انت فقدتي الطاقه الانثويه. ايه هي الطاقه الانثويه دي؟ عشان خاطر طبعا انا عارفه انتوا كل شويه تشوفوا فيديو يقولكوا الطاقه الانثويه. الطاقه الانثويه دي هي شعورك بالهدوء، بالسكينه كده من جواكي. الطاقه الانثويه دي هي اللي بتخليكي بنت رقيقه، انت حاسه كده من جواكي ان انت بنت بنوته، مش بتتعاملي كولد، وان انت قويه وجامده وانا قادره وانا بعرف اتصرف وانا مش لا 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 لا. الطاقة الأنثوية ده نقيض الذكورة تماما. الطاقة الذكورية دي حاجة والأنثوية دي حاجة تانية خالص. احنا هنا في منطقة هادئة، منطقة دافية. وخلي بالكم الموضوع ما بيعتمدش على اللبس والميك اب خالص، او طبعا دول مهمين ليكي انتي، بس الفكرة ان هي الأنوثة هي بتبدأ من جواكي وبتظهر عليكي من بره. فالموضوع اساسه انتي من جوه عاملة ازاي، وانتي من جوه حاسة بايه كبنت، ده بيبان عليكي من بره. طبعا حلو ان احنا نهتم بنفسنا وان احنا نلبس احلى حاجه وان احنا نبان باحسن صوره، بس الفكره ان موضوع الانوثه مختلف، لان ده بيبدا من جواكي وبيظهر عليكي بعد كده من بره، مش العكس. تعالي بقى اقولك ايه العلامات اللي هتقولك ان انت فقدتي طاقتك الانثويه دي. رد فعلك دايما هجومي او دفاعي، حاسه ان انت طول الوقت محتاجه ان انت تقعدي يا اما تهاجمي قوي يا اما تقعدي تبرري وتدافعي عن نفسك. يعني مثلا لو واحده صاحبتك بتعاتبك عادي في حاجه، انت تقعدي تبرري اصلا والله ما كانش قصدي، اصلا انا عملت اصلا مش عارفه ايه. او مثلا بقى جوزك بيناقشك في حته انت كان المفروض تعملي بس دي، فانت تقومي تبداي تهاجميه، انا تعبانه، انا طول اليوم طالع عيني، انا ما بقعدش. بتحاولي دايما تثبتي نفسك، مش متقبله حته ان حد يساعدك او حد يخفف من عليكي شويه. جوزك يقولك هساعدك تقول لا لا لا، انا هعرف اعملها لوحدي، انا هتصرف. وتفقدي شغفك بقى تجاه الحياة والحاجات اللي كنت بتحبيها. يعني مثلا كنت بتحبي تقعدي تتفرجي على التلفزيون، تشغلي حلقة تركي كده وتقعدي تاكلي حاجة، لا انت حاسة انت مش قادرة تقعدي تتفرجي على التلفزيون. كنت مثلا بتحبي تسمعي اغاني او تخرجي مع اصحابك او ان انت تعملي اي حاجة مختلفة، حاسة ان انت لا، حتى الحاجات اللي كانت بتبسطك او الحاجات اللي كانت بتخلي عندك شغف تاني تجاه الحياة هي مبقتش بسطاكي. وحاسه ان هو خلاص ما فيش وقت. طب ايه اللي يخليني انزل دلوقتي؟ لا ما فيش وقت. ايه اللي يخليني اقعد اتفرج على حاجه؟ ما فيش وقت. وانت حاسه من جواكي ان اصلا انت ما عندكيش دافع لكده، حاسه لو ملهاش لازمه، هنزل ليه؟ هقعد اتفرج ليه؟ هعمل ليه؟ طب ازاي بقى نرجع طاقتنا الانثويه؟ خلاص احنا عرفنا ان هي ما بقتش عندنا وان هي مش موجوده، ازاي بقى نرجعها؟ نصلح الموضوع ازاي؟ انا هقولك الموضوع سهل جدا وبسيط ومفهوش اي مجهود. اول حاجه انت هتبداي ان انت تقعدي مع نفسك ساعه واحده في اليوم، او تفضي نفسك ساعه واحده في اليوم تقعدي تعملي حاجه بتحبيها، حاجه ليكي، حاجه عشانك، حاجه بتخليكي كده تحسي انت فصلتي عن الدنيا كلها. اقعدي يا ستي اتفرجي على حلقه، اقعدي اعملي سكين كير، اقعدي حطي برفيوم، جربي حاجات انت كنت جايباها من فتره قيسيها عليكي، اعمليها ستايلينج. وتقبلي المساعده، اسمحي للناس اللي حواليكي ان هم يساعدوكي. مش عيب ان حد يساعدك، مش عيب ان حد يخفف من عليكي الضغط شويه، مش عيب ان انت تباني ان انت ان انا ضعيفه، انا فعلا مش قادره استحمل كل ده، انا محتاجه حد يساعدني. اقبلي المساعده. اعملي بقى حاجه انت حباها من غير هدف. يعني ايه؟ يعني مثلا اقوم العب رياضه عشان خاطر انا حابه ان انا اعمل لنفسي روتين، مش عشان خاطر انا مستنيه حاجه من الرياضه، لا انا بلعب رياضه عشان خاطر انا حابه ابسط نفسي. ارسمي، اقعدي لوني، اعملي اي حاجه، المهم ما يبقاش حاجه برضو وراها هدف، عشان برضو ما تحسيش نفس الشعور بتاع ان انت بتجري ورا نفسك وان انت على طول عندك تارجت وان انت على طول مش لاحقه تخلصي. لا اعملي حاجه من غير ما يكون ليها هدف، بس حاجه فعلا تبسطك. اللبس بقى، ومفيش بقى بنت ما بتحبش تلبس، البسي حاجه تكون بناتي. يعني سيبك بقى من الحاجات الشيك قوي طول الوقت دي اللي هي اصلا اغلبها ما بتبقاش لبس بناتي، ما مش فساتين، مش جيب، لا البسي لبس بناتي. طبعا اللون البيج حلو جدا وكلنا بنحبه وكلنا بنعشقه، بس برضو الالوان البناتي، البينك،
الاحمر، كل الحاجات دي برضو بتحسسك قد ايه انت بنت، بتحسسك بنفسك، بتحسسك بيكي كده ان انت بنوته. واهم حاجه ان احنا برضو ناخد الموضوع واحده واحده، ستيب باي ستيب. احنا مش مستعجلين على حاجه، لان احنا اتفقنا ان احنا محتاجين نكون اهدى من كده، ما بنجريش ورا نفسنا. لا، انت لازم تبقي هاديه عشان خاطر ما تحسيش بضغط نفسي عليكي. واحده واحده هنعرف نطبق كل ده. وكده كده اكيد ما اعتقدش ان في حاجه تستحق ان احنا نبذل لها مجهود اكتر من ان احنا نبذل مجهود عشان نفسنا. لو انتوا وصلتوا لاخر الفيديو قولوا لي مستعدين تطبقوا كام حاجه من اللي انا قلتها دي، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب. باي.